في خلال حياتنا كبشر كناس كبني آدمين بنتعرض لمجموعة من الأحاسيس، إحساس السعادة وإحساس الحزن وإحساس التوتر والخوف، وكل الأحاسيس دي حالة طبيعية جدا كلنا تقريبا بنتعرض ليها يوميا بناء على المواقف اللي بنقابلها في يومنا. وكسنة الحياة مفيش أي إحساس من دول دايم، ولكن في إحساس معين مش بنتعرض له كتير، وكل مرة بنتعرض له بيعلق معانا وبيعلق في ذاكرتنا فترة، وفي بعض الأشخاص الإحساس ده ممكن يعلق معاهم لبقية عمرهم. كلامي هنا عن إحساس الصدمة. إحساس دايما بيبقى غير متوقع وعمرك ما بتعرف تحسب له. إحساس ممكن يجيلك في أسعد لحظات حياتك وانت مثلا بتستلم النتيجة بتاعتك، أو بتتقبل في وظيفة كان نفسك فيها من زمان، أو إن يحصل لك انت أو يحصل لحد تعرفه حاجة انت أو هو كنتوا بتتمنوها بشدة، ولكن وللأسف ممكن يجيلك في لحظة تبقى واحدة من أسوأ لحظات حياتك وتفضل معلقة معاك لمدة طويلة، بل إنها في بعض الحالات القليلة ممكن تفضل معلقة معاك وتأثر على نفسيتك العمر كله. موضوع الصدمة ده تم مناقشته في واحدة من أحسن حلقات مسلسل الدببة الثلاثة بعنوان يوري أند ذا بير. الحلقة كاملة عبارة عن فلاش باك لماضي قطبي زي ما احنا عارفين هو مختلف كليا عن الدبين التانيين، صامت على طول، نادرا ما بيتكلم، بيحب يعيش في وحدة على طول، وبيحاول على قد ما يقدر يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الدببة التانيين، ولكن في صمت تام، مش بيرغي كتير من الآخر. وبنشوف السبب ورا شخصيته الغامضة والهادية في الحلقة دي. الحلقة بتبدأ بقطبي وهو دب صغير جدا، وهو قاعد ماشي في وسط التلج جعان وخايف ووحيد، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يتجنب الصيادين في المنطقة وان محدش يشوفه اطلاقا. فبيلاقي بيت تلجي بيخشه وبيدور فيه على اكل، وبيحاول يقعد فيه في الدفا، وفي نفس الوقت ان هو يستخبى من الصيادين. وبينما قطبي مستخبي في البيت الجليدي بيدخل راجل عجوز اللي هو صاحب البيت ده اسمه يوري، ويوري بيشوف قطبي وبيحاول يخلص منه. وعايز اقول لك في الاول ان هو ما كانش شايفه دب، هو كان فاكره فار، انا مش عارف ايه فار شكله عامل كده، بس يعني ما علينا. زي ما قلت لك بيحاول يخلص منه ويطلعه بره بيته، بس هو قطبي ما بيبقاش عايز ويبقى خايف يمشي. وبمرور الوقت يوري بيصعب عليه قطبي ويقرر ان هو يعتني بيه ويعيشه معاه. بس اكيد طبعا يا عم قطبي انت مش هتقعد تاكل وتشرب ببلاش. يوري حرفيا قال لك هعتني بيه، بس يلا بالمره شغله معايا، اخليه مثلا يقطع خشب، يشيل خشب، يساعده في شغل الكوخ يعني. حتى كمان وصلت ان هم في اخر كل يوم بعد الشغل بيقعدوا يلعبوا دورين كوتشينه، وده يقولك ان هم خدوا على بعض وحبوا بعض جدا. حتى قطبي قلد طريقه كلام يوري بعدين لما كبر، في ان يوري كان بيكلمه بصيغه الغائب، بيقول له مثلا يوري جعان او يوري شغال او يوري تعبان، فهو قطبي خد منه طريقه الكلام دي وبقى بيتكلم كده مع اي حد لما كبر. نقطه التحول في القصه ان في يوم من الايام بينما قطبي قاعد عمال بينظف الكوخ بيفتح صندوق كده يوري ما كانش عايز يفتحه ولا ان هو يوريه لحد، وبيشوف فيه صورة ليوري ومراته وبنته. فقطبي لاحظ وهو بيشوف الصورة في الخباثة ان بنت يوري كانت ماسكة لعبة معمولة بالخشب كده، فهو قرر ان هو يعمل زيها ويقدمها له كهدية كنوع من الامتنان ليوري ان هو عيشه معاه واعتنى بيه. فيوري لما شاف الهدية اللي جابها له قطبي اتعصب جدا وقال له انت جبت الهدية دي منين؟ فلما وراه الصورة اتعصب اكتر ان قطبي فتح الصندوق وشاف الصورة وبعديها طرده من البيت خالص. وبينما قطبي بره وبعد ما اتطرد غصب عنه بيحط ايديه في مصيدة صيادين، والمصيدة بتقفش على ايده جامد وما بيبقاش عارف يخرج منها. وبنشوف ان الكلاب بتاعت الصيادين شمت ريحته ولقطته، والصيادين جايين بيجري وراه عشان يصطادوه. ففي اللحظة دي يوري كان ندم جدا على اللي عمله مع قطبي، وان قطبي ما كانش عايز يأذيه ولا يعمل اي حاجة غير ان هو يعبر ليوري عن حبه ليه. فقرر ان هو يخرج وينقذ قطبي، ولكن وقتها الصيادين والكلاب بتوعهم بيوصلوا عشان يصطادوا قطبي. ففي اللحظة دي يوري وقطبي بيحاولوا يهربوا منهم بأقصى سرعة، والكلاب والصيادين بيجروا وراهم. وبيقرر يوري ان هو يجري لاتجاه المحيط، وبعد ما يوصل للشط وكحل اخير ان هو يحمي قطبي بيقرر ان هو يكسر حتة الجليد اللي واقف عليها قطبي بالفاس الخاص بيه عشان الصيادين ما يعرفوش يصطادوه. ويوري بيسيب الفاس بتاعه المفضل على قطعة التلج اللي عليها قطبي كهدية ليه عشان يفتكره وحاجة عشان يحمي بيها نفسه. وبتنتهي الحلقة بمشهد حزين جدا، وقطبي واقف على القطعة الجليدية جنب الفاس وماسك اللعبة الخشب اللي كان عاملها ليوري، وعينيه بتدمع وهو شايف من بعيد يوري عمال بيبعد اكتر واكتر، وبيدرك ان هو مش هيشوفه تاني.
الحلقة دي كاملة بتعبر عن مرض نفسي اسمه PTSD Post Traumatic Stress Disorder أو اضطراب ما بعد الصدمة. الصدمة اللي تعرض لها يوري بفقدان مراته وبنته، احنا ما شفناش في الحلقة بس فهمنا ان ده معناها يعني، وانه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يهرب وما يشوفش الصورة دي، وقد ايه الفقدان ده أثر على شخصيته وخلاه شخصية عصبية أكتر، زي ما شفنا ازاي كان بيعامل قطبي في أول حلقة خالص لما كانش عايزه يفضل قاعد معاه، ولما طرد قطبي لمجرد ان هو فتح الصندوق اللي هو قاله ما يفتحوش وشاف الصورة دي. والصدمة التانية هي صدمة قطبي نفسه، وازاي هو خسر الشخص الوحيد اللي كان بيحبه والوحيد اللي كان بيثق فيه لمجرد بس ان هو كان بيحاول يقدم له هدية عشان يخليه مبسوط. وقد ايه المشهد وهو بيشوف يوري لآخر مرة وهو بيحاول يحميه من الصيادين، قد ايه المشهد ده معلق معاه وأثر على شخصيته، قد ايه المشهد ده خلاه شخصية هادية وصامتة، ولحد النهاردة لسه بيعتني بالفاس بتاع يوري وبيتكلم بنفس الطريقة اللي هو كان بيكلمه بيها. الاضطراب ما بعد الصدمة هو واحدة من أسوأ المشاكل النفسية اللي ممكن يتعرض ليها أي بني آدم. كلنا بنتعرض في حياتنا لصدمات، ولكن في صدمات معينة بتبقى شديدة جدا وقاسية جدا، بتأثر على نفسية الواحد وبتأثر حتى على دماغ الواحد لبقية حياته، وعمر الشخص ده بعد اليوم ده تحديدا بيرجع زي الأول تاني. الاضطراب ما بعد الصدمة ممكن يجيلك بعد الشر يعني في موت شخص عزيز عليك يكون مفاجئ، وكمان بيجي لجنود كتير جدا بعد الحروب، حتى لو الجنود دول خرجوا من الحرب عايشين، عمر ما دماغهم ولا نفسيتهم بترجع زي الأول بسبب قسوة اللي شافوه جوه الحرب. والعلاج النفسي فيه بيبقى صعب جدا، لأن الموضوع بيبقى صعب جدا جدا على المريض ان هو يتكلم او يواجه ماضيه. زي ما بنشوف قطبي قد ايه هو بيحب اخواته الدببة التانيين، وقد ايه هو بيحاول يعتني بيهم عشان ما يخسرهمش زي ما خسر يوري قبل كده، ولكنه نادرا جدا جدا او تقريبا حتى ما بيتكلمش معاهم في ماضيه الشخصي اطلاقا. وده الفرق الجوهري ما بين الصدمة العادية واضطراب ما بعد الصدمة. في الصدمة العادية في الأول الدماغ بيجيله استجابة طبيعية للحدث اللي حصل، بيعبر عنه بحاجات سواء مثلا زي الحزن أو الخوف، والمخ بيبدأ يعالج الحدث، والعلاج ده ممكن ياخد أسابيع أو حتى شهور، ولكن بينتهي الموضوع دايما بالتعافي. ولكن حالة اضطراب ما بعد الصدمة بتبقى مختلفة شوية. في مرحلة الاستجابة الطبيعية بدأ ما الدماغ بيبدأ يعالج الموضوع، الدماغ بيحصل له اضطراب شديد وبيعجز عن ان هو يعالج الصدمة. السؤال بقى هنا، هل الإنسان يقدر يتغلب على صدمة كبيرة هو تعرض لها؟ الإجابة بس الموضوع طبعا مش هيكون سهل، لأن انت مش هتمحي الصدمة دي أو هتنساها، بل ان انت هتحاول تتصالح معاها. في الطب النفسي الصدمة مش بتتمحي من الذاكرة، ولكن بيحصل حاجة اسمها النمو ما بعد الصدمة. طبعا الموضوع ده مش سهل وممكن يحتاج جلسات علاج نفسي كتير جدا، ولكن أنا شايف إن سنة الحياة اللي ربنا خلقها دي إن هي غير دائمة. السعادة مش دائمة، الحزن مش دائم، الخوف مش دائم. حياتنا كبشر وحياة كل المخلوقات اللي حوالينا وكل الكواكب والنجوم في يوم من الأيام مصيرها يتمحي. شكرا جدا على مشاهدتكم. وبمناسبة اضطراب ما بعد الصدمة ممكن اديك ترشيح لفيلم اسمه ذا ماستر لمخرجي المفضل بول توماس اندرسون، بيتكلم على جندي راجع من الحرب بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. فيلم خرافي انصحك بيه جدا جدا جدا. واكتبلي في التعليقات لو عايز نعمل حلقة ارشح فيها افلام اكتر بتتكلم عن مرض اضطراب ما بعد الصدمة. شكرا جدا على وقتكم واشوفكم في الفيديوهات الجاية.